كل سنة وانت طيبة، كل سنة وانت طيبة يا ست الكل. ايه ده يا بنتي، انت جايبه لي تورته وشايلها كمان بنفسك يا بنتي؟ ده انت حامل واحنا بصراحه ما صدقنا ان ربنا يكرمك. بقول لك ايه يا احمد، شيلها منها يا ابني. تعالوا ندخل جوه، يلا انتوا واقفين هنا ليه؟ شيل يا ابني منها، احنا ما صدقنا ان ربنا يكرمها، ده بقالها 3 سنين. الحمد لله يا رب. والله يا حاجه قلت لها هاتي وانا اشيل التورته مكانك، هي اللي رفضت وقالت لي لا انا لازم ادخل على ماما كده وانا شايله التورته بنفسي. طب هاتي يا بنتي هاتي عنك يا دناي، تعالوا بقى ندخل جوه. طب وانتوا يا حبايبي تعبين نفسكوا ليه ومكلفين نفسكوا التكلفه دي كلها وجايبين تورته يا حبايبي؟ تعب ايه بس يا ماما؟ امال يعني لو ما تعبناش علشانك هنتعب علشان مين؟ مفيش تكلفه ولا حاجه، ده بالنسبه لي بيبقى احلى يوم. ربنا يخليكي ليا يا بنتي وما يحرمنيش منك ابدا. بقول لك ايه، انا ليا طلب عندك، عايزاكي كده تخلي بالك من نفسك وتخلي بالك من نونو اللي في بطنك، احنا ما صدقنا، ده انت بقالك 3 سنين يا بنتي. والله يا حماتي انا بقول لها كده الكلام ده برضه، بقول لها تخلي بالها من نفسها، ده حتى الدكتور موصيها يعني ترتاح وما تشيلش اي حاجه خالص. عندك حق يا ابني، ده احنا ما صدقنا ان ربنا كرمها، ده انا بقالي 3 سنين نفسي ربنا يكرمها بحته عيل وما ببطلش ادعي لها واقول يا رب يا ربك اكرمها بحته عيل. عندك حق يا ماما، ده انا ما كنتش مصدقه، ده انا كنت طايره من الفرحه لما الدكتور قال لي ان انت حامل. ربنا يكمل لك على خير يا سهى يا حبيبتي يا رب، واشوف كده النونو بين ايديكي ونلعب بيه كلنا. يا رب يا رب يسمع منك يا ماما يا رب. بس بقولك ايه، اسمعي اما اقولك، اهم حاجه في الحمل ال3 شهور الاولانيين، تخلي بالك كويس قوي يا بنتي وما تشيليش اي حاجه تقيله ولا تشيلي اي حاجه خالص من مكانها ولا تعملي اي حاجه لحد يا بنتي ما الحمل يثبت في بطنك وربنا يجيبه بالسلامه. والله يا حماتي انا ما بخليها تعمل اي حاجه ولا تشيل اي حاجه من مكانها، ده حتى بتبقى عايزه تزق السرير تنقله من هنا لهنا، لا الانتريه، وانا اقول لها لا ابدا اوعي تعملي كده. لا 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 يا بنتي اوعي، ولا اي مجهود خالص نهائي، لازم الحمل كده يا بنتي اول 3 شهور تحافظي عليه. بقول لك ايه يا احمد، انا حاسه ان انا ريقي ناشف، بقول لك ايه، ما تدخل كده تجيب لي شويه ميه اشرب. حاضر يا حبيبتي من عينيا الاتنين. حنين احمد عليكي يا بنتي وطيب قوي وواخد باله منك، ربنا يخليه يا رب وما يحرمكيش منه ابدا يا بنتي. عندك حق يا ماما، ده من ساعه انا ما حملت ما بيخلينيش اعمل اي حاجه خالص، ده ما بيخلينيش حتى اشيل الياسمينه من على الارض. ربنا يفرحك يا بنتي يا رب، عشان تعرفي بس دعوة امك ده انا على طول بدعيلك يا رب يرزقها بالزوج الصالح. عندك حق يا ماما فعلا، ده ربنا استجاب منك، ده حنين عليا قوي. اتفضلي يا سهى يا حبيبتي اشربي. ربنا يخليك ليا يا حبيبي وما يحرمنيش منك ابدا يا رب. طبعا امال ايه، ما احنا لازم نسمع الكلام اللي الدكتور قاله، لازم ما تتحركيش ولا تعملي اي مجهود علشان النونو يجي بالسلامه. ربنا يكرمك يا ابني وتفضل حنين في حقها كده على طول يا رب. تعرفي يا ماما انا نفسي في ايه؟ نفسك في ايه يا ضناي؟ نفسي يا ماما اكل صينيه مكرونه بالبشاميل وجنبيها فراخ مشويه، الله يا ماما نفسي فيها قوي. بس كده يا قلب امك، مرات اخوك يا حبيبتي جايه بكره، اخليها تعملك اللي انت عايزاه. بيتي انت بس معايا الليله دي وملكيش دعوه وارتاحي خالص، وانا هخليها تعملك كل الاكل اللي انت عايزاه. يعني مرات اخويا مش هتتضايق ولا حاجه؟ لا هتتضايق من ايه، هقول لها ان انا مش قادره اعمل حاجه، واحنا يا حبيبتي في ديك الساعه لما تتوحمي ونعمل لك الاكل اللي نفسك فيه، ده يوم المنى يا بنتي يا سهى. طيب بقول لك ايه يا ماما، انا هدخل كده على السرير اريح شويه، اصل عايزه افرد ظهري. وماله يا بنتي، ادخلي ريحي وافردي ظهرك كده، اصل النوم على الظهر في الفتره الاولانيه كده في ال3 شهور الاولانيين من الحمل بتبقى مهمه جدا. ايوه يا ماما فعلا، الدكتور قال لي نامي على ظهرك كتير، ده هيكون احسن علشان الطفل يثبت كويس. وماله يا بنتي، ربنا يكمل لك على خير يا رب. ازيك يا ماما يا حبيبتي، عامله ايه؟ كل سنه وانت طيبه يا ست الكل. اهلا يا اخويا تعالى، هو ايه انت شايل الهديه بنفسك؟ ما تديها لمراتك تشيلها بدل ما انت تعب نفسك كده. معلش بقى يا حاجه، انا اللي اصريت ان انا اشيل الهديه. بقول لك ايه يا اختي، اقلعي الشوز بتاعك بره عشان انا لسه كانسه الشقه ومنضفاها، ولا انت يا اختي هتيجي تكنسي لي وتنضفي لي؟ حاضر حاضر يا حماتي، هقلعها دلوقتي، بس عشان الدكتور بس كان قايل لي ما توطيش علشان ظهري تعبني. وانا مالي بظهرك بيوجعك ولا مش بيوجعك؟ انا لسه كانسه الشقه ومنضفاها ومخلياها زي الفل، عايزه تدخلي بالشوز بتاعك تخليها لي زي الزفت. حاضر حاضر هقلع يا ماما هقلعه. ودكتور ايه ده اللي قالك ما توطيش عشان ظهرك والكلام الفاضي ده عشان ايه يعني؟
ما هو احنا يا حماتي جايين النهارده علشان نقولك على مفاجأة حلوة قوي هتفرحك. اصل انا الدكتور قال لي ان انا حامل. الف مبروك يا اختي. بقولك ايه، امال فين حلة المحشي اللي انا قلتلك اعمليها عندك وهاتيها وانت جايه؟ ما هو انا يا حماتي تعبانه بصراحه وظهري واجعني من الحمل. كرنب ايه اللي انا هروح اشتريه واعمل محشي؟ ما كنتش هقدر. ده الدكتور قايل لي ارتاح وما اعملش اي مجهود خالص ولا اشيل اي حاجه من مكانها. طب الغدا بقى هنتغدى ايه ولا هناكل ايه بقى ان شاء الله؟ طب وانت ما قلتليش ليه بقى لما قلتلك اعملي الحاجه وجهزيها وهاتيها انك مش هتعرفي تعملي؟ كنت انا عملت حسابي. هناكل احنا ايه بقى دلوقتي؟ وبعدين يا بنت انا قايله لك على صينيه مكرونه بالبشاميل اللي تعمليها. ايه معرفتيش تعمليها هي كمان؟ طب المحشي وهنقول صعب وهتلفي فين صينيه المكرونه بالبشاميل؟ مش انا قايله لك البنت نفسها في صينيه مكرونه بشاميل وفراخ مشويه؟ معلش يا حاجه بقى، حصل خير. هو يعني ما كانش فيه محشي ومكرونه بشاميل مش هناكل؟ طب واختك اللي نايمه جوه تعبانه دي هتاكل ايه وعامله حسابها انها تاكل المكرونه بالبشاميل؟ دي نفسها فيها يا ابني، ده بتتوحم. يوم تاني يا حاجه، مش مشكله المره دي، يوم تاني ان شاء الله. طب بقول لك ايه يا حماتي، انا هكلم حد من اخواتي يعمل لي الاكل ويبعتهولي، ايه رايك؟ ولا نشوف اي حد من اللي بيعملوا الاكل جاهز يعمل لنا المحشي والمكرونه والفراخ عادي ويبعتوه لنا، ايه المشكله؟ ايه قله الذوق اللي انت فيها انت وهي دي؟ هو فيها ايه يعني لما كانت جابت كرنبتين كده وعملتهم محشي، ولا قعدت عملت صينيه مكرونه بالبشاميل وجوز فراخ جابتهم وشواتهم؟ هي اول واحده تحمل ولا كانت اخر واحده؟ معلش يا حاجه، اصل الدكتور قال لها ترتاح وما تعملش اي مجهود اول 3 شهور علشان الحمل يثبت كده والنونو يجي بالسلامه. بقول لك ايه يا حبيبي، معلش انا ريقي ناشف وعطشانه جدا، ممكن بعد اذنك تجيب لي شويه ميه اشرب؟ حاضر 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 يا منى، من عينيا. هو ايه ده يا اخويا اللي من عينيك؟ ما هي تقوم تجيب لي نفسها الميه تشرب. ايه هي كتعه ولا كانت كتعه؟ والمطبخ اهو يا اخويا ما هواش بعيد ولا حاجه. معلش يا حاجه، زي ما قلت لك الدكتور قال لها ترتاح، ما تعملش اي حاجه خالص نهائي عشان الحركه غلط عليها. لا يا حبيبي، ده اسمه دلع ماسخ ومرق. ما تقومي يا اختي تجيبي لنفسك كوبايه الميه، ولا هو يعني لازم يجيب لك كل حاجه ويودي لك كل حاجه وانت قاعده مكانك؟ ايه ده؟ ايه الدوشه دي يا ماما؟ انا مش عارفه انام، صوتكم عالي جدا. شايفين عجبكم كده؟ ادي انتوا قلقتوا منام بنتي ما هيش عارفه تنام ولا ترتاح. امال فين يا ماما المكرونه البشاميل اللي انا قلت لكم عليها؟ اصل انا جعانه قوي. اسالي يا اخت الست هانم اللي انا قايله لها عليها من امبارح تعمل لنا المكرونه والفراخ وتعمل لنا كمان حله محشي، ما عملتش حاجه. قال ايه مش قادره تعمل حاجه؟ طب قولي لي ازيك يا منى ولا حاجه، ولا انت مش شايفاني يعني وانا قاعده انا واخوكي؟ لا والله ما خدتش بالي، اصل كنت لسه صاحيه من النوم وما عرفتش انام كويس. ما انتوا عاملين دوشه جامده وصوتكم عالي. بقولك ايه سهى يا حبيبتي، لو انت نفسك فعلا في المكرونه بالبشاميل والمحشي، انا ممكن اخلي مصطفى جوزي ينزل يجيب لنا كرنبتين ونعمل محشي ونعمل مكرونه بالبشاميل، بس عن شرط تساعديني فيهم، اصل انا مش هقدر اعمل لوحدي. محشي ومكرونه ايه اللي اقف اعملهم؟ لا يا حبيبتي انا ما اقدرش، انا تعبانه جدا، انا حامل. الله، هو انت مش واخده بالك ولا ايه؟ ما انا كمان حامل، ما انا زيك بالظبط. وبرضه الدكتور قايل لي تنامي على ظهرك 3 شهور وما تتحركيش خالص ولا تعملي اي مجهود، بس عشان خاطرك انت لو نفسك في الاكل ده نقف نعمله انا وانت سوا. ده يا بنتي، هو انت ما بتفهميش ولا ايه؟ ولا انت ما بتسمعيش؟ ولا انت واقعه على ودانك؟ بتقولك الدكتور قال لها ترتاح 3 شهور ما تتحركش. محشي ايه اللي انت عايزاها تقف تعمله مكرونه وفراخ وكلام من ده؟ هي يا دوب ترتاح ما تتحركش والاكل يجي لها لحد السرير. هو انت عايزه العيل يسقط ولا ايه يا اختي؟ على فكره يا حاجه، انت عماله تقولي لها ترتاحي وما تعملش اي حاجه وعشان البيبي وعشان مش عارف ايه. انا كمان مراتي زيها، الدكتور قال لها ترتاحي وما تتحركش 3 شهور علشان البيبي يجي بالسلامه. ما تخلي الاكل ده بعدين ولا في اي وقت تاني، مش لازم النهارده يعني. اصل انا بصراحه نفسي في الاكل ده ونفسي اكله جدا. هو انتوا يا جماعه مش متفقين امبارح ان انتوا هتعملوا الاكل ده وتجيبوه وانتوا جايين؟ وانتوا كنتوا موافقين وما كلمتوش وقلتوا هنعمل الاكل ونجيبه، ايه بقى اللي حصل؟ ايه المشكله يعني؟ حصل ظروف وما عرفناش نعمل الاكل، ايه بقى المشكله اللي حصلت بقى؟ وانا مش فاهم يعني انتوا مكبرين الموضوع وقلبين الدنيا على مراتي، مش فاهم ليه. هي مراتك حامل ومراتي انا مش حامل؟ ما هي دي زي دي. وبعدين الاتنين حوامل ولازم يرتاحوا، مش لازم اكل من ده يعني نقضيها اي حاجه. ولا مراتي يعني وقعت من قعر القفه، ولا هي بنت البطه السودا عشان تقف يعني تطبخ تعمل محشي ومكرونه ومش عارف ايه؟ ما هي زي مراتك بالظبط. لا بصراحه انا شايفه ان مراتك بتدلع قوي زياده عن اللزوم، دلع ماسخ ومرق.
يعني انا اللي مراتي بتدلع يا حاجه؟ ما هي بنتك واقفه قدامك اهي زيها زي مراتي بالظبط، وانت عماله تطبطبي عليها وتدادي فيها وارتاحي يا قلب امك وما تعمليش حاجه. اشمعنى مراتي انا يعني؟ انا بصراحه شايف ان انت بتفرقي في المعامله بين اختي ومراتي. انا يا جماعه ما اعترضتش، انا ممكن اقوم اعمل الاكل وكل حاجه، بس انا قلت يعني ان هي تساعدني او اي حد يساعدني، انا ما كنتش اقدر اعمل لوحدي. ليه يعني اقف اعمل الاكل ده كله لوحدي؟ وبعدين يا طنط، انت ليه بتفرقي في المعامله بيني وبين بنتك؟ هو انا مش زي بنتك برضو؟ ما انا حامل وهي كمان حامل. حرام عليكي، بتعملي فيها كده ليه؟ بقول لك ايه يا حبيبتي، انا هنزل بقى، انا مش فاضي الكلام الفاضي اللي انتوا بتتكلموا فيه ده. بشوفوا حل مشاكلكم دي مع بعض، انا ماليش دماغ للكلام ده. بقول لك ايه يا ماما، انا دماغي وجعتني من الحوارات والافلام بتاعتكم دي، ما عدتش مستحمله خلاص، جالي صداع، انا هدخل الاوضه اريح. وماله يا حبيبتي، ادخلي نامي وريحي وافردي ظهرك كده اهو. عاجبك كده يا سي مصطفى؟ المشكله اللي انت عملتها لنا دي كل ده بسبب الست هانم مراتك. وهي مراتي عملت ايه بس يا حاجه؟ انا شايف انها ما عملتش فيكم اي حاجه تزعلكم يعني. دي هي حتى قالت انا هدخل اعمل الاكل بس عايزه حد يساعدني. انا مش فاهم انت جايه عليها قوي كده ليه؟ بتفرقي في المعامله بينها وبين اختي ليه؟ يا ست لو انت متضايقه منها قوي كده ومزعلاكي اخدها وامشي وما عدتش اجي هنا تاني. انت متضايقه قوي يعني من قعدتنا معاكي في البيت، مش فاهم ليه احنا قاعدين فوق راسك؟ ده كلها ساعتين كنت هقعد وامشي، انا مش جاي اعيش هنا ولا جاي اقعد العمر كله. ده انا جاي اطمن عليك واشوفك واجيب لك الهديه بتاعت عيد ميلادك وكنت همشي على طول. يلا يا منى، يلا يا منى نمشي من هنا. بعد اذنك يا حاج، انا همشي هروح بيتي، لان المكان اللي فيه ناس ما يحترموش مراتي اكنهم ما بيحترمونيش انا كمان، واللي يقل منها ومن كرامتها بالظبط كانه قل مني ومن كرامتي، انا وهي واحد. طب استنى يا ابني، استهدى بالله كده يا مصطفى، هو في ايه؟ انت كبرت الموضوع قوي وعملت حكايه، ليه يعني وايه اللي حصل؟ انا يا حاجه ما عملتش موضوع ولا حكايه ولا عملت اي حاجه، احنا كنا جايين عادي نشوفك، انتوا اللي لقيتكم عاملين حكايه ومقلوبين على مراتي، مش فاهم ليه. كل ده عشان ما عملتش اكل، قلت لك تعبانه وحامل والدكتور قال ترتاح، مفيش فايده فيكم، عماله تقولي لي بتدلع ومدلع ماسخ. وبعدين كده حرام، ده ربنا ما يرضاش بالظلم لما تفرقي في المعامله بين مراتي وبين اختي، ده حتى ربنا يعني يبقى زعلان. دي هي صممت اللي احنا نجيب لك هديه وقالت لازم اختارها بنفسي واختار لها هديه حلوه تليق بيها، دي بتحبك جدا، انا مش فاهم انت بتعامليها كده ليه. خلاص يا ابني خلاص، حصل خير، استهدى بالله كده يا ابني واقعد. احنا يا ابني هنطلب اكل من بره ديليفري وخلاص بقى ونفض الموضوع، حصل خير يا ابني. والله يا طنط انا بحبك جدا وبحب اعمل لك كل حاجه ترضيكي، ولو ما كنتش انا حامل وتعبانه وكنت كويسه يعني كنت عملت لك كل اللي انت عايزاه وكل الاكل اللي انتوا نفسكوا فيه. بس والله الدكتور قال لي ارتاحي، ال3 شهور الاولانيين في الحمل دول مهمين جدا، لازم ترتاحي علشان البيبي يجي بالسلامه. وحضرتك اكيد عارفه الكلام ده، ان الواحده لازم تنام على ظهرها وما تتحركش بالذات في اول 3 شهور علشان الحمل يثبت. خلاص يا ولاد بقى معلش، حقكم عليا ما تزعلوش، انا الشيطان يعني لعب في دماغي وقلت اي كلام. استهدوا بالله كده يا ولاد واقعدوا ونقعد مع بعض كده قعده حلوه كده كلنا مع بعض. انا والله ما بحبش حد يزعل مني، معلش يا ولاد، لسه زعلان مني يا مصطفى؟ لا يا حاجه خلاص مش زعلان، حصل خير، انا اهم حاجه عندي ان انت ما تفرقيش في المعامله بين مراتي وبين اختي، علشان انا مراتي ما تستاهلش المعامله الوحشه دي طيبه جدا وبتحبك، وعمرها ما جابت سيرتك بكلمه وحشه كده ولا كده، بالعكس دايما تكلمني عليكي احسن كلام وبتحبك جدا. وعشان خاطري يا حاجه لو بتحبيني عاملي مراتي بما يرضي الله، زي ما بتحبي ان انت تعاملي اختي عامليها بالظبط، اعتبريها زي بنتك بالظبط. وانتوا كمان يا جماعه يا ريت تكونوا فهمتوا الكلام اللي انا عايزه اقوله، كل حما يا ريت تراعي ربنا في مرات ابنها وتعاملها زي بنتها بالظبط. مش فاهم ليه الحما بتعتبر مرات ابنها زي ما يكون عدوتها. انا طبعا ما اقصدش كل الحموات، في حموات طيبه جدا وبتعامل مراتات ولادها بالظبط زي ما يكونوا بناتهم، بتعاملهم بما يرضي الله. يا ريت يا ريت كل الحموات يراعوا ربنا في مراتات ولادهم ويعاملوهم زي بناتهم بالظبط. واكيد كل حما بتتمنى ان بنتها حماتها تعاملها كويس بالظبط، برضو مرات ابنها نفس الشيء تعاملها زي بنتها بالظبط. وما تنسوش يا جماعه كله سلف ودين، كما تدين تدان، واللي عملتيه هيقعد لك وبنتك هيتعمل فيها نفس اللي هتعمليه في مرات ابنك، ولا انتوا ايه رايكم؟